الخير، مساء الفل على احلى متابعين، واهلا بيكم في قناتي قناه ماما سوسو. عايزه اوريكم البسين الجديد وجماله. هو فاضل له حاجه بسيطه ويتفتح، يعني كاترها ممكن بكره او يوم السبت يتفتح. بصوا طوله قد ايه، جميل جدا. وعاملين بقى حاجات شغل جامد، لسه هيحطوا الشماسي فيه بكره ان شاء الله. بصوا جميل قوي قوي قوي، طوله حلو. ومقاسات، يعني مقاس صغير، مقاس كبير، مقاس وسطاني، يعني مش سايبين حاجة. وبيعملوا حاجة كمان فيه، عشان ما بيعملوا دشاش فيه. هوريلكم، هنوصل لهناك ونوريلكم، بس لما اخلص كل المسافة الكبيرة دي. شايفين الجمال؟ حاجة جميلة جدا. ده كده يبقى كم بيسين في القرية؟ واحد محجبات، وواحد تاني في اكوا اللي هو جنبيه بعديه بحاجات بسيطة، وده يبقى كده 3، غير اللي على البحر 4. في واحد في حديقة كمان، حديقة العائلات، بس ما اشتغلش برضو. تمام. وبتاع المحجبات كان في السنة دي في عيب ما اتفتحش، بس بيشتغلوا فيه. بس هنا عمق كبير جدا جدا جدا. شايفين المسافة؟ شايفين هنا برضو الدش بيعملوه كده. خلاص كده هم كده روقوا البسين، ولسه مكان هنا مكان الشماسي اللي هم هيحطوا الشماسي للقعدات، وفي سلم هيحطوه عشان اللي ينزل من المية. حاجة جميلة جدا جدا. لا القرية فيها شغل زي ما انا قلت لكم، مهتمين بيها جدا جدا. ولسه برضه فيها شغل. طول ما في عمالة فيها شغل، في ناس بتدفع اللي عليها برضو للصيانة، فبيبقى في شغل في البلد. حاجة عظمة جميلة جدا جدا. شايفين الطول قد ايه؟ طويل جدا جدا، حلو جدا. اتمنى يعجبكم الفيديو الجميل البسيط الحلو ده، واقول لكم لما يتفتح برضو هوريه لكم تاني، واقول لكم يلا بينا نقول باي باي، والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.